يا مساء الفل. حكايتنا النهاردة مش من بين سطور الكتب، لأ، حكايتنا النهاردة من قلب خان الخليلي. المكان ريحته كلها بخور وحيطانه كلها مرايات، شافت ملوك وأمراء صعاليك ومثقفين. حكاية مكان بقاله أكتر من 200 سنة يقدم أحلى كوباية شاي بالنعناع بخلطة ما يعرفهاش إلا أصحاب المكان نفسه. كوباية الشاي وتعالوا نعيش ونقعد مع بعض على أقدم قهوة في المحروسة، على قهوة الفيشاوي، ونعرف إيه سر المرايات دي. ياه، مجمعنا عالطبلية وريحة زمان الفهية، أصل المثل وقصة أكلة وحكمة مصرية عافية، بين حارة وسكة وبيت قديم بنصون تراثنا العظيم. ومع شيرين هنحكي عن بكرة والقديم، حكايات مصرية مننا ولينا ومكملة فينا. وبيحكوا إن الحكاية بدأت سنة 1797 ميلاديا، يعني في أواخر القرن ال18، وتقريبا أيام الحملة الفرنسية لما كانت موجودة في مصر. وبطل الحكاية راجل كان اسمه الحاج فهمي أو عم فهمي الفيشاوي. في الأول ما كانتش قهوة كبيرة زي ما احنا بنشوفها دلوقتي، كانت عبارة عن بوفيه صغير، وأيامها كان بيسموها غرزة. وكان الحاج فهمي أو عم فهمي يقدم القهوة لزباينه وتجار خان الخليلي. ومع مرور الوقت الحاج فهمي بدأ يشتري المحلات اللي جنب الغرزة، محل جنب محل، لحد ما أخد الصف كله وعمل قهوة بالشكل الطولي اللي احنا بنشوفه دلوقتي. وفيشاوي كان مشهور جدا بحبه للتحف والمرايات والنجف. ده السبب اللي ورا المرايات الموجودة في القهوة. وكانت من وجهة نظر الحاج فهمي أو من وجهة نظر الفيشاوي، المرايات لما تتحط في المحل كله أو في الغرزة كلها مع انعكاس ضوء الشمس تدي اتساع للمكان الضيق بتاعه. ومن حب للتحف هتلاقوا موجود لحد النهاردة ميداليات وساعات حوائط قديمة وهدايا من ملوك الأمراء اللي كانوا بيزوروه في وقتها. وكمان هتلاقوا تحفة نادرة جدا زي النجف النحاس الموجودة، ودي تقريبا ترجع للعصر المملوكي. يعني من الآخر انت لما تروح قهوة الفيشاوي كأنك قاعد متحف مفتوح. والقهوة ما كانتش مجرد مكان لشرب الشاي، بالعكس دي كانت مقر ومركز للصالون الثقافي. وقهوة الفيشاوي كانت مركز الإلهام لنجيب محفوظ، إنه كان كل يوم لمدة 20 سنة كان بيروح يقعد على القهوة، كان بيعتبرها مكتبه الخاص أو الفعلي. وكتب هناك أشهر رواياته اللي هي الثلاثية القصرين وقصر الشوق والسكرية. وكان بياخد الشخصيات الموجودة في الحارة والموجود في الخان الخليلي بياخدها وبيعملها شخصيات في رواياته، زي شخصية السيد واخدها ومستوحيها من الزبائن اللي كانوا بيقعدوا على القهوة. وعندك كمان الست كوكب الشرق أم كلثوم، في بدايتها كانت دايما تحب تروح تقعد هناك على قهوة الفيشاوي. وكمان الملوك ورؤساء الدول كان بيجوا يقعدوا على قهوة الفيشاوي. والملك فاروق كان لما يحب يروح القهوة لازم يتنكر عشان يعرف يروح يقعد في القهوة شوية. وعندك كمان سيادة الرئيس الراحل أنور السادات كان دايما بيحب يروح يقعد على قهوة الفيشاوي علشان يحس بنبض الشارع المصري. في ثورة 1919 كانت القهوة المخبأ السري لتجمع الثوار بعيد عن عيون الإنجليز. وفي الستينات تم هدم جزء كبير جدا للقهوة عشان توسيع الميدان، بس لحد الآن عائلة الفيشاوي وتقريبا الجيل السابع هو اللي بيدير القهوة. كمان محافظين على روحها القديمة وشكلها القديم، الكراسي الخشب وترابيزات الرخام، وشاي الخمسينة
اللي بيتقدم بالكنكة النحاس مع كوباية النعناع، ولازم يكون فريش ريحته تملي المكان. وطبعا بخور المستكة شغال طول اليوم في المبخرة النحاس، وده بيدي للمكان ريحة روحانية وتفكر الناس بزمن الفاطميين. قهوة الفيشاوي مش مجرد كراسي وترابيزات وشوية خشب ومرايات، ده شاهد على تاريخ مصر من أيام الثورة الفرنسية لحد اللحظة دي. لما تروحوا هناك روحوا بصوا في المرايات، تخيلوا نجيب محفوظ وهو قاعد بيكتب رواياته المشهورة بين القصرين وقصر الشوق السكرية. وخلصت كوباية الشاي وخلصت معاه حكايتنا النهاردة. بس حكايات مصرية مع شيرين لسه فيها كتير، استنوا الحكاية اللي جاية في حفظ الله.